تعالوا يا جماعة نشوف أسهل طريقة كيكاية في مصر. تعالوا نشوف في مطبخ أم ياسين أحسن كيكة في الدنيا وأسهل كيكة وبيضاية واحدة وبدون لبن. تعالوا نشوف المقادير. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهارده في مطبخ أم ياسين على قد الإيد جايبه لكم مقادير كيكة سهلة جدا وتحفة وطعمها وشكل زي العسل. النهارده في أول مقاديرنا احنا أولا عاملينها اقتصادية ببيضة واحدة ومن غير لبن. النهارده يا جماعة عايزة أقول لكم حاجة، أنا جايبة 3 كوبايات دقيق، نفس مقدار الكوباية اللي أنا بستعمل فيها الدقيق هي اللي بستعمل فيها مقدار الزيت والسكر. ماشي يا جماعة؟ دلوقتي عملنا 3 كوبايات دقيق هندخلهم معاكم، وعملنا كوباية وربع سكر، وعملنا كوباية إلا ربع زيت. وهنا البضاية اللي أنا قلتلكوا عليها هنعملها بس بضاية واحدة، وبيكنج باودر وفانيليا، وهوريكم الشوكولاتة دي هنعمل بيها ايه. دلوقتي يا جماعة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دلوقتي هنبدأ بقى ايه، ننخل الدقيق. بسم الله. نخليهم كويس جدا اهو. هنحط عليهم البيكنج باودر كيك شيف. انا دلوقتي بايد الكيك شيف خالص عن البيكنج باودر العادي عشان بيخليها لي فاتحه وجميله. هناخد معلقتين يا جماعه، هناخد معلقتين منه. بسم الله. 2 ماشي، معلقتين كيك شيف. يا جماعه هنا الدقيق بتاعنا بقى دلوقتي خلص. دلوقتي مهمته احنا نخلناه وحطينا فيه البيكنج باودر. دلوقتي بقى هنجيب الخلاط بتاعنا يا جماعه، هنجيب كوبايه الا ربع زيت وفيها حته ايه، زبده صغيره، معلقه صغيره خالص. عندك تمام، ما عندكيش مش هتأثر في حاجه خالص. هنقول بسم الله. هنحط بقى البيض بسم الله، وهنحط معلقه خل فوق البيض، ضيف الفانيليا بسم الله اهو يا جماعه. وحطينا البيضه وحطينا معلقه الخل وحطينا الفانيليا بتاعتنا بسم الله. هنحط الكوبايه السكر، وهنحط ربع كوبايه سكر تاني، يبقى كوبايه وربع سكر مع البيضه والفانيليا والخل. وهنحط كوبايه الا ربع زيت. دي حاجه قدامكم اهو يا جماعه. هنوديها على الخلاط اهو يا جماعه. انا خلطت اهو المقادير كلها اهي في الخلاط. السكر لازم له ميه علشان ايه، يحل بقى وايه ويظبط. كوبايه ميه مكان الزيت اللي انا وهخلطها في الخلاط. انا كده كده عايزه نص كوبايه ميه تاني، بس هخلط بواحده بس دلوقتي وايه وهوريها لكم اهو يا جماعه. بصوا لما اتخلط وحطيت عليه كوبايه الميه، حطيت كوبايه ونص ميه بقى. دلوقتي حطيت كوبايه الاول وبعد كده نص كوبايه وخلطتها زي ما حضراتكم شايفين كده. بصوا دلوقتي بقى هنجيب الدقيق بتاعنا بسم الله. بيكنج باودر والدقيق هنقلبهم كده مع بعض. بعد كده هننزل بسم الله، هنحط بقى الخليط بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم علشان ما يتكلكعش. كله خلطت مع كله يا جماعه كده، وانتي بالمضرب وعماله تضربي زي ما حضراتكم شايفين كده. ماشي، كل الدقيق تمام. احنا اهو يا جماعه خلصنا الخليط بتاعنا يا جماعه. وهنصب بقى ايه في القالب بتاعنا نص الكميه. هنعمل ايه، نص الكميه بتاعتنا البيضه اهي. هناخد بقى يا جماعه النص التاني. هنقول بسم الله وهنحط الكاكاو فيها كده. انا عامله معلقتين كاكاو يا جماعه. انا مسخنه الفرن ونص كاكاو خام. بصوا يا جماعه. ودلوقتي ايه هنحطه بقى، يبقى خدنا النص الابيض، طرطش عليها اهو. خدنا النص الابيض، خلطنا كل الخليط ابيض، وبعد كده حطينا نصه، وبعد كده ضفنا الايه الكاكاو الخام معلقه ونص عليهم. تمام.
هناخد بقى بسم الله زي ما حضراتكم شايفين كده. الخليط كله هننزل بقى كل اللي في البولة بتاعتنا. مش لازم بيسمة، بس هتبقى شكل تحفة لما تستوي. دلوقتي خلصنا الخليط بتاعنا وهندخله بقى في الفرن. دلوقتي احنا مسخنينه من 10 دقايق كده. هناخده بقى ونحطه اما تطلع هوريها لكم ان شاء الله. اثناء يا جماعه الكيكه بتاعتنا في الفرن كده، هنعمل بقى هنعمل الصوص اللي احنا هنحطه على وش الكيكه بتاعتنا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. دلوقتي بقى يا جماعه بصوا، انا عامله نص سكر، عامله ربع زيت ربع ميه. الكوبايه دي فيها ربع زيت ربع ميه، نص سكر، نص كوبايه سكر. وحاطه هنا معلقتين كبار شوكولاته خام. دلوقتي بقى يا جماعه هنحطه في الخلاط وهرجع لكم، وهنضربه كده ضربتين 3 مع بعض لحد ما يتجانسوا. هنجيب كوبايه بقى يا جماعه وهنحط فيها الصوص اللي احنا ضربناه في الخلاط، وهنحطها بقى كده وهنحطها في التلاجة لحد الكيكه بتاعتنا ما تطلع وهنكبها عليها. بصوا يا جماعه اهي الكيكه بتاعتنا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. احنا هنشيل منها اي حاجه زياده كده. شلنا مكان الدقيق يا جماعه اللي كان في الصينيه وطلع في الكيكه كده شويه شويه كده من حواليها، علشان ما يبقاش في طبقه كده على الكيكه. اهي يا جماعه الكيكه بتاعتنا اهي. بسم الله. هناخد بقى الشوكولاته بتاعتنا وهنصب كده وتنزل من الجناب. ده يا جماعه اهو يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين كده. هنملي الفراغات كلها، نملي الحتت الفاضيه. هنشوف يا جماعه بقى الاخبار الاخبار والشكل من جوه بعد ما حطينا الصوص كمان عليها. يا جماعه بقى هنوريكم دلوقتي. هي يا دوبك دفت شويه وهنشوف دلوقتي يا جماعه بقى اللي هيحصل وايه الشكل من جوه. وهسيب لكم يا جماعه في الوصف تحت كيكه الميه، انزلوا شوفوها. بصوا يا جماعه ايه رايكم؟ قولوا لي الاخبار، اكتبوا لي بقى في الكومنتات ايه رايكم على الكيكه التحفه دي. ممكن تقدميها لاي حد جالكوا واي حد مستنيين يجيلكوا، بدل ما تشتري تورتات من بره ولا جاتوه، تعمليها في البيت جنب اي حاجه حلوه كده، جلاش، كنافه، وتبقى زي الفل واحسن عزومه واحسن واجب. ما تنسوش تدعموا قناه ام ياسين على قد الايد باللايك والشير والسبسكرايب. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.